مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا فضلا وليس أمرا لا تنسوا دعمنا في القناة بالاشتراك والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. إذا تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس والرامية إلى إعادة تأهيل وتطوير القطيع الوطني، وزارة الفلاحة والصيد البحري أعطت انطلاقة ديال برنامج عملي جديد يهدف إلى ضمان استدامة الثروة الحيوانية بالمغرب وتحسين مردودياتها على المدى البعيد والمتوسط. وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن الشروع في عملية ميدانية لمراقبة مدى احتفاظ الفلاحين ومربي الماشية بإينات الأغنام والماعز المخصصة للتولد، وهي واحد الخطوة اللي هي أساسية ضمن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني. وقد انطلقت هذه العملية ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، وتشمل مختلف جهات وأقاليم المملكة دون استثناء. ويذكر أن هذه الإينات كانت قد خضعت سابقا لعملية إحصاء وطني دقيقة تم تنظيمها خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و 11 أغسطس 2025، حيث جرى تسجيلها وترقيمها عبر وضع حلقات تعريفية خاصة بهدف تتبعها وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل شفاف ومنظم. وتتم هذه العملية في إطار تنسيق محكم بين عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم إحداث لجان محلية على مستوى العمالات والأقاليم، وتعطت لها المهمة ديال التحقق الميداني من احترام الفلاحين لشروط البرنامج، خصوصا ما يتعلق بالحفاظ على الإينات المخصصة للتكاثر وعدم بيعها أو استغلالها في الجزارة. ويكتسي هذا الإجراء أهمية كبيرة، إذ يعتبر الاحتفاظ بهذه الإينات شرطا أساسيا للاستفادة من الشطر الثاني من الدعم المالي الذي خصصته الدولة في إطار هذا البرنامج. فبعد التأكد من احترام المعايير المحددة سيتم صرف هذا الشطر في أقرب الآجال، وذلك عبر نفس وسائل الأداء التي تم اعتمادها في صرف الشطر الأول ضمانا للسرعة والفعالية. ومع صرف هذا الجزء الثاني من الدعم تكون عملية تنفيذ البرنامج قد بلغت مراحلها النهائية في أفق تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز القطيع الوطني وضمان استقراره وتحسين دخل الفلاحين، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي يعرفها القطاع. وفي ختام هذا البلاغ دعت الوزارة جميع الفلاحين ومربي الماشية المعنيين إلى الانخراط الجدي والمسؤول في هذه العملية والتعاون الكامل مع اللجان المختصة، لما لذلك من دور حاسم في إنجاح هذا الورش الوطني الهام وضمان استدامة الثروة الحيوانية بالمغرب. شكرا لكم على المتابعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.